اذا ما كليتوهاش بهذه الطريقه ما تقولوش كامل كلينا كاسادياس بواحد الخبز مخدوم غير في الدار ناجح من اول مره، ما تخافوش منه كامل يتكسر. تقدروا تخدموا كونتيتي وتخبوه وتجبدوه غير بشويه بواحد لاصوص غير بشويه لحم وانتم وكلتوا كامل عايله. اذا راكم حايرين واش طيبوا لهم اليوم ارواحوا معايا نطيبوا هذه الوصفه كيف تجيكم بزاف بنينه. نبداو بالخبز. هذه الكميه تخرج لكم 8 خبزات كبار، 2 كيسان فارينه مغرفه تاع اللحظه، شويه تاع الملح، 2 مغارف تاع الزيت، نخلطهم مليح ونطمهم بالماء. انا طميتهم بنص كاس تاع العجينه ما تكونش طريه وما تكونش يابسه، ونخليها ترتاح مينيموم 15 دقيقه. ونوجدوا لاصوص شويه تاع اللحم قطعته المكعبات صغار، وفي المقله نروح نقليه مليح حتى يبدا يتحمر. درت له حبه طرشي مقطعه مكعبات صغار مع حبه طوماطيش، وتبلته بالتوابل اللحم، شويه فلفل الكحل، شويه تاع العكري، وما تنساوش الملح، ونخليهم يتقلاو مليح. من بعد نرق بشويه تاع الماء، نغطي ونخليها تكتك على خاطرها حتى تطيب. نولي العجينه قطعتها على 8، انا درتهم كبار، تقدروا ديروا الحجم اللي حبيتو. نحلها على سمك متوسط ونطيبهم في مقله سخونه على النار متوسطه، ما تخلوهمش يحمروا غير يطيبوا وهما سخونين. نحطوهم في ساشي ولا طرشونه من الديا هكذا ما يتكسروش، وما تخافوش منهم كامل يتقطعوا كتروا ليهم، وتقدروا تخدموا بهم واش حبيتوا. شوفوا انا كيفاش نخدمهم باش يجوني بزاف بنان. نشمخ هذاك الخبز في لاصوص تاع اللحم ونعمرهم على الجهه الناشفه، والسر اللي هنيك من البنه عمروها بالفرماج تاع جيو فروماجيو، هذا مخدوم وتخوا فروماج بزاف هايل. ندهن به الخبز ديالي بهذه الطريقه، نعمرو بلا فاخ، زدت له شويه فروماج غابي تقدروا ما تزيدوش، ونروح نطيبوه في طاجين ولا في مقله سخونه على نار متوسطه. وشوفوا ليه هذاك الزين. وكالعاده باش تعرفوا بنتها لازم عليكم تجربوها، شهيه طيبه وسلام عليكم.